هي دي بقى اللي هترطب عليكم وتوديكوا في حتة تانية خالص، بجد في منتهى الجمال. تعالوا مع بعض النهاردة نعمل أحلى وألذ وأطعم كيك هتجربوه. هنعمل مع بعض القشطوطة بالمانجا أو كيكة المانجا، حاجة كده حلوة جدا. بصوا يا جماعة، شايفين القطعة في إيدي عاملة إزاي؟ بجد خطيرة. عايزة أقول لكم الكيك كده مسقي، وكمان طبقة الكريمة مع الجيلي في حتة تانية خالص. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالوا بينا نشوف عملنا القشطوطة الحلوة دي إزاي وطلعت كده بالجمال ده. بصوا يا جماعه قطعه الكيك شايفين طالعه ازاي؟ يلا بينا بقى اقول لكم انا عملتها ازاي. في شفشق الخلاط هنزل كده ب3 حبات من البيض بدرجه حراره المطبخ. هضيف عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، وهضيف كمان معلقه كبيره من الخل. هضيف عليهم كمان كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه من اللبن، هنضيف كمان كوبايه الا ربع من الزيت. طبعا المقادير كلها بنفس الكوبايه، ضربتهم كلهم كويس جدا بالشكل ده ونزلت بيهم في طبق. عندي بقى كوبايتين من الدقيق، هبدأ كده انخل الكوباية الأولى بالشكل ده. نخلنا الكوباية الأولى وبعدين هننزل كمان بالكوباية التانية وندخلها كويس جدا. هنزل عليهم كمان بكيس من كيك شيف، وهنزل برشة من الملح. هقلب بقى المكونات كلها مع بعضها كده السايلة والجافة بالشكل ده، هنقلبهم كويس جدا. وعلشان أضمن إن الخليط يتقلب كويس هجيب سباتيولا وأقلب كده من تحت كويس جدا. الصينية بتاعتي مجهزاها ودهناها كده دهنة من السمنة ومبطناها كمان بالدقيق. هنزل كده بخليط الكيك في الصينية وادخله على فرن ساخن درجة حرارة 180، هيقعد نص ساعة. الكيك بتاعي طلع كده من الفرن، اختبرته بخلة وطلع حلو جدا كده زي ما احنا شايفين. هسيبه بقى يهدى ويبرد شوية صغيرين كده، وبعدين هجيب كوباية من اللبن وانزل بيها كده على الكيك واسيبه دلوقتي على جنب. تعالوا نعمل الكريمة. هحتاج لكوباية من الكريمة الخام، نص كوباية من السكر البودر، كوباية كمان من اللبن الساقع المتلج. هضربهم مع بعض كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وانا عايزة قوام الكريمة يكون متماسك شوية زي ما هوريهولكوا دلوقتي. تعالوا بقى بينا علشان نعمل كمان الجيلي. ده باكت من جيلي المانجا، هنزل كده بيه في بولة، وهنزل كمان عليه بكوباية من المية السخنة. هقلب بقى الجيلي كويس جدا كده في المية لحد ما يدوب تماما. خلاص كده الجيلي داب معايا، هجيب بقى كوبايه كمان من الميه البارده وهنزل بيها كده على الجيلي. دي كوبايه الا ربع من الميه البارده، مش كوبايه ميه، كوبايه الا ربع. قلبتهم كده مع بعض كويس جدا، وهسيب بقى الجيلي كده يبرد خالص على جنب. جبت الكيكه بتاعتي كده بعد ما خلاص شربت اللبن، وهنزل بقى بالكريمه عليها. وعايزاكم تشوفوا هنا بقى قوام الكريمه، بصوا عامل ازاي. انا عايزه قوام الكريمه يبقى متماسك كده بالشكل ده. شايفين القوام كده بيبقى حلو جدا، لان احنا في الحر وممكن الكريمه لو خفيفه عن كده تسيح مننا وتقع بقى من على الكيكه ويبقى شكلها مش لطيف. هو ده القوام المظبوط للكريمه. يعني لو هتعملوا كيكات او تورت او اي حلويات هتحطوا عليها كريمه، اعملوها بقى بالمقدار اللي انا عملته بالظبط. يعني كوبايه من الكريمه، كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السكر البودر، وبتطلع مظبوطه وحلوه جدا. فردت خلاص كده الكريمه بتاعتي فوق الكيك بالشكل ده. جبت بقى قطع من المانجا وهبدا كده افردها كلها فوق الكريمه. شايفين حلو جدا. جبنا كمان الجيلي وهنبدا كده بالمعلقه نوزع الجيلي فوق المانجا كده زي ما احنا شايفين. خلصت الصينيه بتاعتي، هدخلها بقى التلاجة عشان الجيلي كده يتماسك ويجمد مش اقل من 4 ساعات. هنا خلاص كانت الصينيه بتاعتي خرجت كده من التلاجة والجيلي تماسك. تعالوا بقى بينا علشان نشوف الكيكه بتاعتنا عامله ازاي. هنبدا كده نطلع قطعه من الكيكه وتبقى قدامنا بالجمال ده. بصوا يا جماعه شايفين الجمال؟ احلى والذ واطعم كيك ممكن تاكلوه، بارد كده وساقع ومنعش. وعايزه اقول لكم بقى طعم الكيكه مع الكريمه في حته تانية خالص. دلوقتي احنا في موسم المانجا، يلا اعملوا احلى والذ اشطوطه ممكن تجربوها. جربوها بقى وما تنسوش تقولي لي رايكم فيها ايه.